السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم مع ام عبد الله اتهم ام عبد الله في البيت. والنهارده اعمل لكم كعك العيد الساده الدايب بالطريقه البارده بمقادير مظبوطه، مش هيبوظ معاكي خالص وهينجح معاكي من اول مره ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. ندخل على المقادير على طول. نص كيلو دقيق متعدد الاغراض او الاستعمالات 500 جرام، 3 معالق كبار سكر بودر 40 جرام، نص كوباية لبن 100 جرام وممكن تستخدموا مية عادي، ربع كيلو سمنة بلدي 250 جرام أو أي سمنة تحبيها، معلقتين كبار سمنة بنسيبهم على جنب بنستخدمه في أي وقت تحتاجيهم، معلقة صغيرة بيكنج باودر، كيس فانيليا، كيس خميرة فورية. ندخل على الطريقة. ناخد اللبن وندفيه، بعدين نحط عليه معلقة من السكر بودر وندوبهم في بعض، بعدين نحط عليهم الخميرة ونقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم على جنب. نجيب طبق ونحط فيه السمنة ونضربها بمضرب سلك لحد ما لونها يبقى فاتح، وانا بستخدم سمنة بقري، ولو استخدمت زي سمنة بقري بلدي فاعرفي ان لونها مش بيفتح كتير. بعد كده بنضيف لها معلقتين السكر البودر اللي اتبقوا، نضربهم بالمضرب السلك مرة تانية. بعد كده بنضيف الفانيليا ونقلب كويس، وانا بستخدم سمنة بلدي عشان كده مش بحط ريحة الكعك عشان مش تضيع ريحة السمنة البلدي، وبستخدم ريحة الكعك مع السمنة النباتي. بناخد الدقيق وننخله عليه، ودي خطوة مهمة جدا ولازم ننخله زي ما عودتكم. بعدين بنحط عليهم معلقة البيكنج باودر ونقلبهم في بعض كويس. نبدأ نقلب الدقيق في خليط السمنة والسكر، مش بنعجن علشان الكعك مش ينشف منه، ونبدأ نقلب أطراف صوابعنا عشان كل الدقيق يتغلف بالسمنة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وعلشان نتأكد ان الدقيق اتغلف بالسمنة كويس، ناخد حتة من العجينة نضغط عليها بإيدينا، بنلاقي قوامها زي الرمل المندي. وده شكل الخميرة وهي جاهزة كده، بنضيفها للعجين ونخلطه مع بعض كويس من غير عجن. بعد كده نعمل اختبار للعجينة عشان نتأكد انها مظبوطة ولا لا. ناخد قطعة من العجينة ونكورها في ايدينا ونضغط عليها، ولو مش شقايت معاكي تبقى مظبوطة، ولو شقايت تبقى محتاجة سمنة، وهي هنا شقايت معايا فضفت لها معلقة من السمنة وقلبتهم مع بعض. بعدين بنعمل الاختبار مرة تانية وهي طلعت معايا مظبوطة مش شقايت معايا، وانا كده كده عارفة ان النص كيلو دقيق اللي بستخدمه بيحتاج ل 300 جرام سمنة بس. مش بحط كمية السمنة على الدقيق كلها مرة واحدة، بحط شوية شوية لحد ما تظبط معايا. فالأفضل تعملي زيي وتسيبي 50 جرام من السمنة على جنب، لو احتاجتيها حطيها، وده على حسب نوع كل دقيق. نجيب صينية مش مدهونة أي مادة دهنية، نبدأ نكور العجينة ونحطها في الصينية ونبدأ نشكلها بالبصامة المتاحة عندك. وخدي بالك مش ينفع تكوري العجينة كلها مرة واحدة وبعدين تشكلها بالبصام، أقصى حاجة تكوري 3 أو 4 كعكات بالكتير عشان تتشكل معاكي بسهولة ومش يبوظ الشكل منك. ودي الكمية بعد ما خلصت ما شاء الله، نص كيلو دقيق عمل كمية كبيرة. نسخن الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق. ندخل الصينية الفرن على الشبكة في الرف الأوسط وهي بتاخد معاك من 25 دقيقة ل 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك لحد ما تتحمر معاكي من فوق ومن تحت. أقل من كده هيبقى الكعك فيه عجينة من جوه لأنه كعك سادة. ده شكل الكعك بعد ما طلع من الفرن، أحمر وجميل من تحت ومتحمر من فوق، والطبعة ثابتة فيه ودايب دوب وريحته جميلة خالص وطعمه حكاية زي المحلات وأحلى بكتير. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.